طلعت وسلخته هذيك السلخة لمطربنا الكبير السوري الشامي وقللت من قيمته وما خليت عليه وبقيت لا خلينا نكمل اذا بتريد. يعني انت ما شاء الله عليك بتقر عن بلد. يعني انت برأيك الشخصي هذا هو رأيك ولا بس مشان تجيب ترند والناس تقول والله احمد رافع بيحكي على فلان؟ انا ماني سائل على الترند والله بحياة ابوك الا انت مقتنع بهاي الكلمة اللي قلتها. هلا انت مانك سائل على الترند؟ لا والله لا والله لا والله والله صادق والله. ولا بيهمني الترند كله. خبروني يعني 7 مليون و600 ألف جاي وكذا. شو يعني؟ لك يا حبيبي هلا هو لكل زمان دولة ورجال. هذا الزلمه طلع بهاي الفترة، الشباب وهالجيل اللي طالع بيحبوه وبيسمعوا وكل يوم هو عامل حفلة ومساوي حفلة. الله يوفق الناس. شو بدنا؟ الله يوفق كل الناس. أنا عم بعني عن حالي، أنا ما عم بقطع رزقته. بس يا حبيب قلبي يا أبو محمد الغالي، أنت طلعت هاجمته بشكل شخصي وقلت عنه نشاز وغير نشاز. أنت هذا رأيك فيه؟ هذا السؤال. أنا بالنسبة إلي هذا رأيي ولن يتغير. أنا ماني ضده ولاني عامل حرب شعواء عليه. أنا ماني شايفه. أنا تاريخي 60 سنة بالفن، هو ابن امبارح. الله يوفقه. أنا ماني ضد، بس يا أخي أنا ما بحب اسمع لهيك ناس. حبيب قلبي بس ردك المعلومة صحيح، هو ابن امبارح بس عنده شعبية بفوق شعبيتك بمليون مرة. أنا أشهد ما بكذب. صح. أنا عم بحكي عن حالي يا أخي. أنا عم بحكي. أنا ما بستصيغه كمطرب، ما بستصيغه يا أخي. لا تسمع له خلص. لا تسمع له. خلي الناس تسمع له. خلي الناس تسمع له وتنبسط. تسمع له الناس بس خلص. أنا ما عم بسمع له. أنا ما بسمع له. لا تحكي على العالم. لا تحكي على العالم. عم بحكي عن حالي مو على العالم. عم بحكي عن حالي. أنا إذا كنت بالسيارة والمحطة اللي حاططها طلعت له غنية، أنا بغير المحطة فورا. أنا بسمع له يا سيدي. شو رأيك؟ اسمع له الله يبارك لك. ايه بسمع له وبنبسط وبهز وبخلع. بس إذا أنت بتطلع على كتابة الأغاني أو على مزاجية الكلام بتلاقيه كتير من حط الكلام كتير هابط. 2 اللحن كمان هابط. هذا مو كلامي، هذا كلام كثير ملحن. في لبنان وفي مصر، اسمعني، وفي تركيا. لا الكلام هابط واللحن هابط. لا وغير مفهوم. لا على اساس انت بتكتب وبتلحن احسن منه يعني. قبل ما يخلع انا غنيت 2.5 سنين. انا عندي 7 اغاني انا ملكي لا زلت لغايه اليوم انا محتفظ بها. هلا 2.5 سنين بسمي لحالك مطرب. انا وقفت لانه حاربوني. ايوه لحظه بس خليك عند كلمه حاربوني. إيه؟ انت انزعجت لانه حاربوك. إيه؟ بس هلا انت ما بتنزعج لانك بتحارب الشامي. انا ما عم حاربه. لكن شو بتسميه؟ انا عم بقول انا ما بستصيغه. خلاص وقفنا النقاش بهذه القصه. لا غلطان. وقفنا. انا ما سأت له. انت قلت بالحرف الواحد انه هو نشاز، هيك حكيت. انا ما قلت هو نشاز. انا قلت انا ما بحب اغانيه لان اغانيه غير مو مقروءه ولا معروفه ولا بتقدر تفهمها. شلون هالناس عم تفهمها ما بعرف. هن احرار، هي اذواق الناس وانا احترمها. دير بالك، اذواق الناس هي وانا احترمها. يصطفلوا هن احرار. اما انا اني اقطع برزقته، استغفر الله العظيم، حاشا اني اقطع برزقته. الله عم برزقه ومرزوق في كتير مواقع علم فيها بالجنه، وفي كتير مواقع هبط فيها. مو مشكل بس الله يبعث له واحد يفهمه شو يلبس. عرفت كيف؟ مشان يطلع قدام الناس. مش تطلع تغني ببيجامه قدام ناس. هي وين صارت؟ هي بالصومال ما صارت. بالصومال. وشو عرفك انه بيجامه؟ هي الفيديو موجود. بوط رياضه وبيجامه سوداء. وين المشكله؟ اتعلم انت وياه، روحوا اتعلموا والبسوا. دخيلك لعد في واحد بيجي لعنا لابس طقم زهري. ولك غلطان يا زلمه. انت واحد جاهل على فكره. انا جاهل. نعم. انا اسمي احمد ما اسمي جاهل على فكره. ليكن بعلمك انت اللي ما بتعرف تلبس ولابس كل قطعه ببلد. ماشي.